صباح الخير. النهاردة هوريكم روتيني الصباحي لآخر يوم قبل المدرسة. خلاص يا جماعة، المدرسة بكرة وإجازة خلصت بسرعة قوي. أول حاجة بعملها لما بصحى من النوم إني هفوق كده وهقعد على الآيباد شوية. في لعبة بحبها قوي يا جماعة اسمها Good Pizza Great Pizza، لازم تجربوها. وساعات كده بفتح الانستجرام وبعمل سكرول شوية. نادين انت صحيتي؟ طب يلا بقى عشان تعملي لنا الفطار. فطار؟ انت المفروض عملنا الفطار. يا نادين انا بعمل فطار عادي، بس انت الساندوتش بتاعك ده تحفه، انا بحبه جدا وعايزاكي تعمليهولي. ماشي. كده ضاع اخر يوم في الاجازه. قبل ما اروح اعمل السندوتشات اللي ماما بتحبها لازم اروح اغسل وشي واسناني واعمل روتين البشره بتاعتي. الاول اغطي شعري عشان ما يتبلش. ده الغسول اللي انا بغسل بيه وشي. وبعدين بحط المرطب عشان ده مهم جدا. بصراحة مش عارفة هو مهم في ايه، بس لازم اوزعه على وشي كويس قوي. وبغسل سناني. وبعدين بحط بودي لوشن عشان ريحتي تبقى حلوة. البودي لوشن ده يا جماعة ريحته تحفة. دلوقتي هروح اعمل سندوتشات عشان ماما عمالة تزن عليا. يلا يا نادين. دلوقتي هروح اعمل الفطار واوريكم احسن سندوتش بعمله وكل حد اصلا بيحبه. الاول بجيب التوست وبعد كده بحط الصوص بتاع الطماطم المجففة. وبعدين احط جبنة كريمي. وبعدين بقى احط جبنة شيدر وتركي. وبعدين بقى احطه في التوستر. يا جماعة بحب قوي افطر الساندوتش ده كل يوم، بس ساعات بكسل اعمله. تسلم ايدك يا نودي، احلى ساندوتش من ايد نودي والله. معلش يا نادين، اعملي 2 كمان لبابا ونور. نادين تعالي. وبعدين بفطر وبتفرج على التلفزيون شوية، وساعات بلعب في الايباد عشان لو ماما بتفرج على مسلسل او حاجة. لازم المية طبعا عشان هيلثي. انتي كدابه يا نادين، انتي ولا هيلثي ولا حاجه، انتي بتعملي ده عشان الفلوج بس. انا بشرب كوباية في اليوم يعني، او كوبايه، نص كوبايه. دلوقتي يا جماعة انا لبست وهحط كونسيلر في البلاك هيدز دي. ده اثار البلاك هيد بس يعني لسه يعني عاملين علامة. هحط هنا نقطة كده. يا جماعة ابتدى يجيلي حبوب وبلاك هيدز كتيرة قوي. عشان بقيتي مراهقه يا نادين، انت لازم تدفعي الثمن يا نادين. ايه رايك بقى، حياه المراهقين احلى ولا حياه الاطفال؟ اطفال طبعا. ايه ده؟ مش كده برضو؟ خلاص يا جماعة انا كده جهزت،
وللاسف المدرسه بكره، وانا خلاص جبت كل حاجه، بس لسه ناقص لي شويه اكسسوارز وحلق ويعني توق وكده، فهروح انا وماما نجيبهم وهنوريكم كلكم. طب مش ناقص حاجه يا نادين؟ جزمه. تعالي. لا مش الجزمه، مش ناقص حاجه. طن طن طن. يلا يلا رواي سريرك. متحمسه يا نادين للمدرسه؟ شايفاني متحمسه يا ماما؟ مش عارفه، ما انا بسالك. متحمسه؟ متحمسه جدا صح؟ جدا جدا. طبعاً. نادين يا جماعه هتروح اولى اعدادي، ودي حاجه بصراحه انا عمري ما تخيلتها ان نادين البيبي تروح اولى اعدادي. بس انا خايفه من الدراسه تكون اصعب السنه دي. بصي يا نادين، هو مفيش اي حاجه هتبقى صعبه بشرط واحد بس. ايه؟ هقولك ايه، بصي لي كده، انك مثلا تذاكري. حاولي يعني. يلا طيب. قولي تعالي فين توكل كتير. ورجعت يا جماعه وجبت حاجات، هو بصراحه حاجات مش كتيره ومش حاجه يعني شوكينج وكده، بس جبت حاجات. انت يا نادين جايبه الحاجات كلها قبل كده. ايوه. ايوه. اول حاجه جايباها مروحه. اسمها ايه؟ مروحه. يا مروحة. جماعه احنا العربيه عطلت بينا واحنا راجعين من اخر العنقود، واستعملنا المروحه دي، كانت فظيعه. بس كان بيطلع هوا سخن. حقيقي. جبت المروحه دي من نمروسي، ولونها اخضر يا جماعه، لايقه مع لبس المدرسه. تاني حاجه جبت توك بيضه، مش حاجه فظيعه يعني. قربيها للكاميرا. جبتها برضو من نمروسي. وجبت فلاور كليب برضو من نمروسي. هو دي كل حاجه من نمروسي. نمروسي، قربيها برضه. لايقه برضو مع الوان المدرسه. جبت حاجات من سمير ويليام. جبت سكرانشي يا جماعه برضو. خضرة برضه. جبت ماوث سبراي، لما مثلا لو انا كنت في المدرسه وكان ريحه بقي وحشه عامله بس كده. وجبت توك سودا. طبعا يا جماعه اللي ما شافش فيديوهات نادين اللي فاتت في قناه نور ونادين، هي عامله الثيم بتاع المدرسه كله اسود. انا جايباها سودا يا جماعه عشان لو مثلا عايزه اطلع شعري لفوق اللون التوكه ما تبانش. مش عايزاها تبان بصراحه، خبره برضه يا نادين. هيبقى شكله وحش. جبت بقى حاجات من اخر العنقود، او يعني حاجتين بس. توك استك. نقصات الجيب بتنفع قوي في الضفاير والحاجات دي. وبنس. حلو قوي. برايس تاج بس كده. يا جماعه دول مش بتوعي بس بتوع نور، بس اكيد هستخدمهم معايا. مفيش الكلام ده. طبعا يا نور. ودلوقتي يا جماعه اوريكم اليونيفورم اللي انا هلبسه بكره. بنطلون بولو لازم بولو، وتيشيرت وجزمه. وايه كمان؟ احنا هنوري الشراب وشراب. هو ده يا جماعه انا هلبسه بكره. ودلوقتي هروح اعمل شعري. هتعملي ايه في شعرك يا نادين؟ هقصه. عايزين تشوفوا بقى شكل نادين بعد ما قصت شعرها؟ روحوا على قناه نور ونادين، هتلاقوا فلوج ليله المدرسه اول يوم مدرسه موجود في القناه. وكمان نادين اول ما ترجع من الكوافير هتوريكم ايه اللي موجود في شنطتي في فيديو تاني هينزل على قناتها، فخليكم متابعين. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، وكومنت كل حاجه. ونشوفكم